لا فانتازي ايه بس يا عم اللي تخليني اعيط؟ انت عبيط ولا ايه؟ دي في الاول والاخر لعبه يعني يا اسطى، ما تديهاش اكبر من حجمها. خلاص. انا حاسس ان انا الوحيد اللي متخزوق، حاسس ان كله متروق. يعني لو في حد بالله عليكم يا جدعان متخزوق زي يقول لي كده في الكومنتات، يحسسني ان احنا مع بعض كده. تقريبا كله متروق، اللي جاب 100 نقطة واللي جاب اعلى نقط في تاريخه، وكله جايب اسهم خضراء، وانا الوحيد تقريبا اللي جايب اسهم حمراء. والله انا باجي في الاخر بعد نهاية الجولة براجع التغييرات كده اللي انا عملتها، يعني من قبل الجولة ببقى مقتنع بيها جدا. بعد الجولة مثلا ممكن ان انت لو عملت غلط او حاجة تيجي تقول لا انت كنتش تعمل كده. انا جبت ادوارد، انا هحرق لك حاجات من تشكيلتي كده بس لسه هوريها لك في اخر الحلقه ان انا جبت كام نقطه والضحك اللي انا قدمته وكل حاجه. انا جبت ادوارد في التشكيله في الجوله دي. بيلاعب مين؟ بيلاعب فولهام، اسوأ خط دفاع في الدوري. مش انا اللي بقول كده، هما احصائيات والارقام، وان انت بتتفرج على الماتش. حتى لو ما بتتفرجش على الماتشات شوف الهايلايتس. جبت ادوارد، الواد جايب 4 تجوان في 5 ماتشات، يعني الدنيا تمام، يعني خلاص متألق، مش هيجي على ارمط هو ويجي بلانك. في الاخر ادوارد، كريستال بالاس قدمت أسوأ ماتش ليها. لا وخد كده عندك كتير، ده غير اللعيبه اللي انا اصلا ما جبتهاش وجبت ناس تانية فتألقوا. ده غير ماتش نيوكاسل ال 8-0 ده، انا مش عارف 8-0 ازاي. انا كنت كل ما ابص كده الاقي جون لنيوكاسل، ما بلحقش اخش الحمام اخاف ان هم يجيبوا جون كمان. لدرجه ان انا اتشجعت جدا وانا قاعد بتفرج على الماتش، كنت قايم البس شورت وانزل اسجل جون في شيفيلد. هنتكلم عن الماتشات كده، ماتش كده، وتشكيلتي في النهايه جابت كام نقطه، والتشكيله اللي انا كنت عاملها الحلقه اللي فاتت ان انا قلت لك افضل 11 لعيب للجوله دي من وجهه نظري جابت كام نقطه، والتشكيله بتاعت السكاوت بتاع الموقع الرسمي جاب كام نقطه. يا ريتني التشكيله اللي انا بقول لك عليها اللي هم افضل 11 لعيب من وجهه نظري للجوله الجايه، يا ريتني دي بتبقى تشكيلتي الاساسيه. دي التشكيله دايما بتجيب اعلى النقط، وانا تشكيلتي بتجيب نقط مضحكه. طبعا لو انت اول مره بتتفرج عليا فانا مروان رفعت، ودي قناتك سياحه فانسي. اتمنى يا صديقي انك تعمل لي لايك واشتراك في القناه، عشان ده حقيقي بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن، وما تبقاش انت عليا والفانتازي يا اسطى. تعالى نتكلم عن خوازيق الماتشات كده، ماتش سريعا، وايه برضو الترويق اللي حصل للناس من الماتشات دي. بدايه الماتشات في الجوله الساعه 5، هنسيب ماتش السيتي بس التالت ان احنا هنتكلم عنه بتاعت الماتشات الساعه 5. بس الاول بس هنتكلم عن ماتش كريستال بالاس وفولهام. حرفيا كريستال بالاس عملوا من اسوأ ماتشاتهم، سيبك من الاحصائيات اللي جابوها وكل حاجه. ادوارد ده كان بيقدم ضحك. ايزي نفس الكلام، احنا كلنا عاملين نقول ايه؟ ايزي خطير، ايزي جاي. هو فعلا الواد خطير جدا على المرمى. الماتشات اللي فاتت، الماتش ده بطه بلدي خضر كراويطه بيلعب في الماتش ده، ما بتعرفش ايه اللي حصل لهم. فولهام حد الشوط الاول ما خلص كانت شايطه اكتر من كريستال باس. انا كنت عمال اقلب، كل ما اقلب الاقي الكره في رجل فولهام. ايه يا جدعان؟ ده هو ده كريستال بالاس وعلى ارضها. الماتش يخلص، اللي جاب ادوارد اتخزوق، اللي جاب ايزي اتخزوق، الوحيد بس اللي جاب حد من دفاع كريستال بالاس سواء كان الحارس او ميتشل او اندرسون حتى، هو ده الوحيد اللي يتروق. وفولهام طبعا عندها لينو، ده مانويل لينو، ده مش لينو، ده مانويل نوير لينو. كل ما نجيب حد قدامه بيلعب ان هم اسوأ خط دفاع في الدوري تلاقيه بيتألق في ماتش ارسنال، ويتألق في الماتش اللي فات، ويتألق في الماتش ده بتاع كريستال بالاس. انا معرفش بصراحة، بس يلا الحمد لله مش مشكلة، عادي اتخزوقت في اللعيب، لسه الجولة بدري، لسه يعني لسه في ماتشات تانية. يجي بقى للماتش اللي بعده، لوتون وولفرهامبتون. لوتون على ارضها قدام ولفرهامبتون، الفرصه الوحيده ان هي تكسب، يعني هي ما كسبتش من اول السيزون. يجي ولفرهامبتون يطرد منها واحد، قلت خلاص فرصتك يا مورس. انا كنت قاعد مخنوق ان انا مش جايبه، بس قلت كويس ان انا قلت للناس عليه ان هم يجيبوه، واختار ديفرنشال وكل حاجه. اقلب الاقي ان ولفرهامبتون جابت جون، وكل ما اقلب بعد الطرد الاقي ان ولفرهامبتون ماسكه الكوره برده. مش هي ولفرهامبتون مش هي الجامده دي، لوتون هي اللي ما جاتش. انا اسف والله على موضوع موريس ده، بس كويس ان هو جاب جون حتى من بيلين بعد جوله الدبل اللي جاي دي. طبعا انت مش هتمشيه، طبعا هتلعبه اساسي وكل حاجه. بعد جوله الدبل دي ارميه في اقرب مقلب زباله على طول. ولفرهامبتون نيته السنه دي قالب تنين مجنح عندهم. هو دايما بيتالق في الماتشات الاوي، تحس ان الماتشات الهوم اللي هو مش جاي له مزاج قوي، يجي في الماتشات الاوي بيلعب بقى على الهجمات المرتده والمساحات وبتاع، ما اقولكش بقى. تعالى بقى ماتش السيتي بقى. ماتش السيتي ومين؟ نوتنجهام. طبعا كلنا رحنا جبنا مين؟ سمعني كده، مين؟ خوليان الفاريز. الفاريز خلاص، الفاريز بقى متألق كل الجولات، مفيش جولة فيها ببلانك. حتى دوري الأبطال اللي بيلعبوا ما بيبلانكش. كلنا رحنا جبناه. انا عن نفسي انا ما كنتش ناوي ان انا اجيبه قوي، يعني انا كنت عارف ان هو هيقعد دكه في ماتش من الماتشات، وحاسس ان هو هيقعد في ماتش ولفرهامبتون، بس لسه هنتكلم عنها في نصايح الجوله ان شاء الله.
بس ما علينا، يعني انا جايبه على المدى. وفي نفس الوقت لما لقيت التسريب بتاع التشكيله بتاع السيتي، يا ريت ان السيتي ما بتلعبش اول ماتش، كانت هتفرق معايا قوي، ما كنتش هجيب الفاريز. بس لما لقيت ان التسريب ان الفاريز اساسي، خلاص انا اتغريت. الفاريز اساسي قدام نوتنجهام وعلى ارضه، فخلاص وقلت اجيبه واعمل كده اختيار ريسك بقى، واجمد قلبي واديها واحده ليست للجمناء وكابتنه. انا ما هبتش في الكابتنه، هو ما كابتنتش حد ميت ولا حاجه، ده الفاريز متالق من اول السيزون، وكل جوله جون واسيست وجونين، وقاعد بقى عمال اتفرج على الماتش. اه، يا الفاريز، يا حبيبي، قاعد بقى كل كوره مفيش الفاريز خالص. هل الفاريز تسمعني؟ فودن اللي يجيب الجون مش مشكلة، الناس اللي كان معاهم فودن وصبروا عليه مية مية بصراحة. هو برضو مش مية مية أوي بصراحة، إن في اختيارات أفضل من فودن، بس كويس إنك صبرت عليه الجولة دي قدام نوتنجهام، وإنك ما بعتوش. ويجي هالاند ابن الصرمة ده ما بيتهدش، جون وفودن جون. طب أسيست ألفاريز مفيش أي حاجة. مش مشكلة، لسه بدري و2-0 ونوتنجهام فتحت أكتر، والدنيا هتبقى تمام وكل حاجة. قاعد بقى مستني، يلا عايز جون كده الفاريز، أنا عايز جون، أنا مش طماع، عايز جون يبقى هو جون. وهالاند جول، مش طمعان ان هو يكون اكتر من هالاند كمان. يجي رودري يقرر ان هو يطرد الماتش ده. طب ده تاثيره ايه بقى على الفاريز؟ يجي عمك جوارديول يطلع الفاريز، وايه كمان قبل الدقيقه 60. انا كنت حاسس ان الفاريز هيطلع، عمال اعد الدقايق، خلاص هانت اهو، قربت اهو، داخلين على الدقيقه 60 اهو، يقوم يطلعوا قبل الدقيقه 60 عشان يجيب لي ايه؟ عشان يجيب لي النقطه. هو حرفيا جاب لي النقطه. والله انا ما عارف انا اللي نحس ولا الناس هم اللي نحس، ولا انا مش عارف. ما هو مش انا الواحد اللي رحت اشتريت الفاريز، عارف؟ لو انا الوحيد اللي رحت اشتريته والواد نحسته اقول لك ماشي، انما مليون واحد راح اشتراه وانا من ضمنهم. يعني انا 999999 وانا الزياده عليهم، انا اللي رحت اشتريت الفاريز. والله تعبت، مش عارف اعمل ايه. اجيلها كده تجيلي كده، طب اجيلها كده تقوم تجيلي كده. والناس اللي معاها الدفاع بتاع السيتي تروقوا، وولكر كمان روقهم، واسيست وكلين وبونص وبتاع. انا الحمد لله انا معايا ادرسون التلاجة ده، على الاقل على الاقل استفدت من ماتش السيتي بحاجه، واخدت منهم الكلين بتاعهم. خش بقى على الخازوق الماتش اللي بعده. الماتش ده مفيش حد منه استفاد باي حاجه، باي حاجه. برينتفورد وايفرتون، ميبويمو بلانك، ويسا بلانك، فليكن الحارس بتاعهم بلانك، الدفاع بتاع برينتفورد بلانك، ايفرتون بيكفورد بلانك. مفيش اي حد عامل لنا حاجه، ده غير بقى ان هما بلانك وبلانك وبلانك. وانت قاعد بتتفرج على الماتش هتلاقي ان برينتفورد ده فريق بيلعب في اخر الدوري المصري. نوبيمو كان بيميزه ان هو كان بيخش وبيضم لجوه بتاع، كان واخد الجناح على طول، كل كرة تجيله يلعب على الجناح، مفيش أي حاجة بيعملها. ويسا طبعا مفيش أي حاجة، مفيش في الماتش ده أي حاجة. أنا كنت قاعد بعد الخازوق بتاع كابتنة الفاريز والخازوق بتاع إدوارد وكل حاجة، قاعد مستني ميبومو على الأقل يعمل لي حاجة، مع إن ميبومو مش اختيار ديفرنشال زي إدوارد، أنا كنت مستنيه يعمل لي أكتر. بس هو أي حاجة أستر بيها نفسي، مش مشكلة. هنستنى الماتشات اللي بعدها، لسه بدري يا مروان، لسه ما تتسرعش، احنا متسرعين عليه، لسه جولة بدري. يجي ماتش اليونايتد وبيرنلي، انا مش معايا راشفورد، مش معايا برونو، ومش معايا هويلاند، بس انا كنت عايز يعني حد من اليونايتد يعمل حاجه، وراشفورد وبرونو وهويلاند عشانك صدقني، وعشان الناس اللي معاهم من دول، عشان مبقاش يعني كله كده متخزوق، عشان تبقى الجوله هو في ناس يعني يتروق عليهم. انا قاعد بتفرج على الماتش، مش عارف مين اليونايتد ومش عارف مين بيرنلي من الاداء اللي في الماتش، يعني تقريبا بجد لو غيروا تيشيرتات مش هنحس بفرق خالص. تين هاج اهو بقاله سنتين مع اليونايتد، وعمالين نقول بيعمل مشروع بيعمل مشروع، ويجي بوستيجوجلو ده المدرب بتاع توتنهام الجديد، يجي من اول 4 ماتشات خلاص يا باشا ده المشروع الحقيقي وصل. هنتكلم عن توتنهام، بس نخلص الاول بس ماتش اليونايتد بتقدم أسوأ ماتش في تاريخها في حياتها تقريبا، ماتش وحش جدا بجد. برينلي كانوا بيأوحوا شويه، بس برضه فريق يعني ما جاش. راشفورد طبعا ما فيش، وهويلاند ما فيش، حتى برونو اللي جاب الجون طول الماتش هما كلهم وحشين، ما فيش اي حد فيهم كان كويس خالص. الاستفاده الوحيده من الماتش ده برونو والدفاع بتاع اليونايتد ونانا، غير كده صدقني ان انت ما تتعشمش في برونو الجولات الجايه ان هو بقى يعمل لك دبل ديجيت ويجيب لك كل جوله فوق ال10 نقط. اليونايتد كلها من اولها لاخرها وحشه جدا. مش مشكله، اليوم الاول خلص خلاص، نمنا كده خلاص، نريح دماغنا بتاع، نصحى بقى اليوم الجديد ان شاء الله. نخش في اليوم الجديد يا باشا، نبتدي كده بماتش تشيلسي واستون فيلا. نبص على التشكيله، نلاقي عمك بوتشيتينو الحنيوك المحنك، نلاقي ان هو مقعد لك مين؟ تشيلوي. ماشي يا عم، مقبوله منك يا روحي. عادي عادي، لسه بدري يا مروان، ما تكسرش التليفون يا مروان، قاعد مستني مين ان يعمل لي حاجه؟
ستيرلينج. ودلوقتي ستيرلينج بقى اختيار المفروض ديفرنشال عشان نسبه ملكيته برده لسه قليله. طبعا انا ما كنتش بتفرج على الماتش ده، كنت بس عمال اقلب عشان كان في نفس الوقت طبعا كان شغال ماتش توتنهام والارسنال. غير اصلا انا كده كده بحب الارسنال، بس بعيدا ان انا بحب الارسنال ده ماتش كوره ما يتسابش. حتى لو انا ما بشجعش الارسنال ده ماتش كوره ما يتسابش. قاعد بقلب واجيب ماتش تشيلسي، ابص الاقي ان استون فيلا ماسكه الكوره. طب يعني حد منهم يعمل حاجه؟ الناس اللي معاهم واتكنز وديابي وكاش لا، كله عاملين يتعازموا على بعض في نص ملعب وبتاع، ماشي مش مشكله. فتح الموقع بتاع ماتش تشيلسي واستون فيلا اللي هو الدقيقه بدقيقه مستني يا اما انذار لجاكسون ويخزوق الناس كلها والناس تطلع خلاص تشتموه بكل الشتايم، يا اما الجون لجاكسون او جونين او ثلاثه ويجيب للناس جلطه. هو سواء كان كده او كده هيجيب للناس جلطه. اللي صبروا عليه هيجيب لهم جلطه ان هو هيجيب لهم انذار، واللي ما صبروش عليه هيجيب لهم جلطه ان هو هيجيب لهم نقط. فبقى حرفيا الماتش ده كان فريقين، فريق اللي صبر على جاكسون وفريق اللي ما صبرش على جاكسون. اللي عايز جاكسون يتطلق واللي عايز جاكسون يبلانك ويجيب للناس جلطه ويقول ان انا صح ان انا بعته. جالي نوتيفيكيشن وانا قاعد بتفرج على الماتش بتاع ارسنال وتوتنهام، انذار من ماتش تشيلسي. انا خلاص وانا بفتحه كده لان كلها جاكسون. هو ما فيش غيره عربجي في الفرقه، 6 ماتشات 5 انذارات وجون، رفقا بالتاريخ يا اسطوره. يا كاتب التاريخ اغلق الصفحات عشان احنا اتخنقنا. بص يا جاكسون، مع انك انت مش معايا في تشكيلتي وبعتك الجوله دي، بس بالنيابه للناس اللي لسه محتفظين بيك الجوله دي وما باعكش، هو بالنيابه عنهم عشان هم قالوا لي اطلع قول عنه. بس صدقني الكلام اللي قالوا لي ان انا اطلع اقوله ده صدقني هاخد عليه ذنوب. فانا انت انسان نكر، انا مش هاخد عليك ذنوب. انا هقول لك بس كلمه واحده يا جاكسون، هي كلمه واحده وخلاص مش هتكلم عليك تاني. اعمل اشتراك يا جاكسون وفعل الجرس يا جاكسون، استفيد منك باي حاجه يا اخي، ده انت لعيب. الباشا ستيرلينج بقى، ستيرلينج جاب نقط الموسم كلها في ماتش دوتون. خلاص انا جبت لكم بقى 19 نقطه، انت هتوجعوا لي دماغي ليه؟ تحس ان الواد بجد مش هزار. في ماتش لوتون ده كان فورمه، مش فورمه كان هو اداؤه في الملعب، لا فورمه كجسمه. تحس ان الماتشات اللي بعدها رجع تاني ستيرلينج بتاع الموسم اللي فات اللي هو وتفتكر الحلقه اللي فاتت ان انا قلت لك ان احنا زي ما بنتارجت لوتون كده ان احنا نجيب من قدامهم اللعيبه اللي بيلعبوا قدامهم ان احنا نكابتنهم كمان عشان لوتون ميته خالص. لا احنا دلوقتي نجيب الفرقه اللي بتلعب قدام تشيلسي نجيب من عندهم دفاع، علشان خلاص تشيلسي مش هتسجل بالمنظر ده، مش هتسجل الا بقى يا اما يغيروا مدرب، يغيروا اداره، يغيروا لعيبه، يغيروا تيبه قلب ستيرلينج، يغيروا اي حاجه وخلاص في النادي. استون فيلا الناس اللي معاهم كاش ومقعدينه دكه على اساس بقى ان تشيلسي ماتش كبير. صدقني انا قلت لك الحلقه اللي فاتت بلاش ولعب كاش، لعب اي حد بيلعب اساسي قدام تشيلسي. عندك بقى دفاع، نص ملعب، هجوم، اي حد. الكلين طبعا بتاع استون فيلا اللي معاهم الدفاع واللي معاهم الحارس اتروقوا، اللي معاهم بس ديابي هم اللي اتخزوقوا، واللي معاهم واتكنز اخيرا جاب لهم جون. ماتش برايتون وبورنموث الخوازيق كالعاده من بدايه الماتش اللي معاهم ميتوما دكه واللي معاهم مارش دكه واستوبينيان اللي بيلعب اساسي. تخيل ان انت قاعد بتشتم المدرب وقاعد خلاص مش طايق نفسك ان اللعيب بتاعك قاعد على الدكه، ويجي بس في الشوط التاني ينزل يجيب لك جونين ويجيب بونص وكانه ابتدى الماتش من اوله. الليفر وستام انا بحب قوي وانا بتوقع الماتشات اتوقع النتيجه بتبقى بالرقم، دي بتخزني قوي من جوايا، بحس ان انا كابتنت اللعيب وجاب لي 20 نقطه. ماتش زي ده انا شايف ان هو مش هيكون سهل قوي ليفربول، فشايف ان هو ممكن يخلص فرق واحد ليفربول 2-1 او حاجه او 3-1 بالعافيه. واستهام حقيقه قدموا شوط اول كويس جدا، جون في الشوط الثاني انهاروا. ليفربول صلاح بدون اي كلام، انا عارف ان جون بيلين وكل حاجه، بس صدقني صلاح هو هيفضل صلاح، مش هكلمك عنه بقى كل ماتش كفايه قوي. ونونيز عشان تبقى فاهم مش هيكون كفر للنقط بتاعت محمد صلاح خالص. صلاح هيجي له وقت في السيزون وهيفرق جدا عن النقط بتاعت نونيز وهيفرق عن النقط بتاعت لويس دياز ويوتا والناس دي كلها. الكلين شيت بتاع ليفربول كالعاده مفاجاه غير متوقعه يضيع. ماتش الارسنال بقى وتوتنهام، كلمه بس لساكا وسون، الهي ربنا يستركم. ساكا 13 نقطه، سون جونين واتنين بونص والدنيا اخر جمال، وحتى ماديسون 8 نقط. بس انا ماديسون للاسف كنت مقعده دكه على حساب مين بقى؟ ادوارد. انا ما كنتش عارف اقعده مكان مين، قلت هجيب ادوارد، انا عايز اجيب ادوارد قدام فولهام، ماديسون قدام الارسنال وبتاع. قلت خلاص انا هحط ادوارد اساسي وهقعد ماديسون، وانا حاسس ان سون هو اللي يقدر يعمل حاجه في الماتش ده. هما بيلعبوا على المساحات، هو توتنهام هتلعب على الهجمات المرتده والارسنال على ملعبها فريق بقى وانا عارفه بيفتح دايما المساحات والدنيا اخر ملط في الدفاع. قلت سون انا خلاص فقاعد ماديسون جاب 8 نقط وادوارد نقطتين. انا بقول لك انا اجيلها يمين تجيلي شمال، اجيلها شمال تجيلي يمين. عارف لو جيت لها في النص ورحت عملت رجلي كده يمين ورجلي شمال عشان ما تجيش كده وتيجي كده، هتقوم تدخل فيها كوبري في النص وهتعدي. هي مش جايه معايا سكه الفانتازي خالص السيزون ده.
بعيدا بس عن الفانتازي، كلمتين بس لارتيتا حرفيا من واحد بيحب الارسنال، عشان انا خلاص اتخنقت. انت السيزون ده من بدايتك احنا بنكسب بالعافيه، انت مفيش شكل للفريق خالص. انت كل ماتش لازم لك هبدايه، او احنا كل سنه يا اسطى كل ما يجي حد يكلمنا نقول لا ارتيتا والله بيعمل مشروع معانا، ارتيتا مشروع مشروع. انت يا اسطى لو مشروع اسكندريه كان زمانك جبت لنا دوري. نيجي بقى للماتش اللي مليان سفالة وقلة أدب، نيوكاسل شيفيلد 8-0. يعني مفيش أحلى وأجمل وأمتع من كده. الناس اللي معاهم أي حد من نيوكاسل اللي هيكون جاب لك نقطة. أنت لو جبت العامل غرف الملابس بتاع نيوكاسل وحطيته في تشكيلتك هيجيب لك نقط. لا وإيه بقى، التمن تجوان جم من 8 لعيبة، يعني مش مثلا لعيب جاب له هاتريك ولعيب جاب له جونين ولعيب جون، لا 8 تجوان من 8 لعيبة. وتخيل بقى هاتريك اسيست تريبير، كلين شيت. انت خلاص لو معاك تريبير ومعاك عامل دبل دفاع من نيوكاسل، تريبير وحد تاني من الدفاع سواء بقى كان بوب او بوتمان او بيرن او اي حد، خلاص انت كده عديت. انت لو جولتك وحشه حتى لو مكابتن لعيب جاب لك سالب، وان معاك بس حد من الدفاع نيوكاسل وعامل دبل، يا سلام. عمال الاقي تريبير عمال يعمل له اسيستات والكلين شيت، بوتمان بيجيب له جون، بيرن جون، اي حد من دفاع نيوكاسل جون. كنت حاسس ان بوبا هيطلع من الركنيه وهيجيب له كمان جون. ما خلاص بقى، ما هي 8-0 مظاطت بقى. انا قاعد بقى بتفرج حاطط ايدي كده عمال ابص ومعايا مين بقى في الدفاع؟ تشيلويل 0 نقطه، ودوجي 0 نقطه برضه. اللي هو قاعد وبعدين انا بقى عمال كل شويه ابص في التشكيله، طب يعني هو دوجي لسه ما لعبش، ده ب0 نقطه ليه؟ طب هو تشيلويل حد يضحك عليه ويقول ان ماتش تشيلسي لسه هيتعاد ولا حاجه؟ شيفيلد، لوتون، بيرنلي، بورنموث، تشيلسي، الخمس فرق دول تتارجتهم ان انت تجيب من قدامهم لعيبه حرفيا بجد. انا مش بعمل بوم طخ للجمهور بتاع تشيلسي ولا كده بقصف جبهه تشيلسي ولا اي حاجه، لا ده الى حين بس ان هم يغيروا بوتشيتينو. غير كده بوتشيتينو هيفضل معاهم وهيقول لك بقى احنا بنجدد الثقه في مدرب وكل حاجه، احنا كمان نجدد الثقه في الفرق اللي هتلعب قدام تشيلسي. يجيب من عندهم دفاع مش هيجيبوا جوان، يجيب من عندهم مهاجمين. الفرقه اللي هتلاعب قدام تشيلسي سواء كانت فرقه ايه، وخصوصا بقى لو فرقه في نص الجدول، تخيل بقى لو برايتون بتلعب تشيلسي على ملعبها ما اقولكش، ولا لو استون فيلا بتلعب تشيلسي على ملعبها مثلا، الماتش ده هيخلص 4-5 اقل حاجه لاستون فيلا او لبرايتون. قاعد انت مستعجل وعايز تشوف الضحك بتاع التشكيله بتاعتي؟ ها هوريها لك يا اسطى. هعمل ايه؟ هضطر اني اوريها لك. بص يا صديقي، انا جبت 52 نقطه، عارف ان نقط مضحكه جدا، بس بص والله التشكيله: ايدرسون حارس تمام كلين وكل حاجه، تشيلويل صفر، دوجي صفر، كاش 6، خط دفاع مضحك ما شاء الله 0-0-6. ده رقم الطوارئ، ده مش رقم خط دفاع خالص بتاع فانتازي ده، بس ما علينا ماشي. مبرومو نقطه، سترينج نقطتين، تمام ماشي عادي. ساكا وسون ربنا يبارك لكم بجد ويستركم دنيا واخر. 13 نقطة ساكا، 14 نقطة سون، واخر جمال واخر دلال. لا وايه، وان الاتنين بيلعبوا بعض عادي جدا. احنا كنا بنقول بقى ايه، توتنهام بتلعب الارسنال فمش متوقع ان الاتنين ده يعمل حاجة وده يعمل حاجة. لا الحمد لله الاتنين ظبطونا، وحتى كمان ماديسون كمان 8 نقط، فالدنيا تمام قوي. ادوارد نقطتين ومكتفاش ان هو بلانك، لا كمان اتصاب علشان حرفيا يجيب لي نقطة. انا ما بقول لك هي ماشية معايا بالعكس. الفاريز كابتن، مش هتكلم. انت شايف انا مش هقول الدنيا ماشيه بالعكس ولا الدنيا ماشيه، انت مش انت قول بالنيابه عني. الفاريز نقطتين، او نقطه مش نقطتين وجاب لي بالكابتنه 4، ده نقطه وجاب لي بالكابتنه 2، فخلي بالك يعني. وهالاند 6 نقط، ما بيتهدش، هو ما بيتهدش خلاص. بس زي ما ضحكت عليا على تشكيلتي وان هي جايبه 52 نقطه وجايبه اقل من الافريج بكتير واسهم حمراء وكل حاجه، فسقف لي كده وانصفني وقول في حقي كده اي كلمه كويسه، علشان انا التشكيله اللي كنت عاملها الحلقه اللي فاتت اللي هم افضل 11 لعيب من وجهه نظري للجوله دي، جابت كام؟ جابت زي ما انت شايف 73 نقطه. تمام. التشكيله بقى بتاعت السكاوت بتاعت الموقع الرسمي اللي انا بقارن ما بينهم وما بين التشكيله بتاعتي، وبشوف في الملخص في حلقه الملخص ان هم جابوا كام نقطه وان تشكيلتي جابت كام نقطه. جابوا كام بقى؟ جابوا 69 نقطه. كده النتيجه ما بيني وما بينهم 3-1 ليا، علشان انا ابتديت الموضوع ده من الجوله الثانيه ايام جوزيه مورينيو. انا الناس بيخشوا يبعتوا لي على التويتر، انا مش عارف ان هم كده بيمدحوني ولا بيشتموني، ان هم بيقولوا لي ان انت التشكيله اللي انت بتعملها اللي هم افضل 11 لعيب من وجهه نظرك دي للجوله الجايه، هي دي اللي احنا بنحاول ان احنا نجيب منهم لعيبه وبناخد منك افكار يعني وكل حاجه، لكن ما بنجيبش من تشكيلتك خالص عشان عارفين ان تشكيلتك مش بتجيب نقط. انا مش عارف ده مدح ولا عارف ده ذم ولا ايه.
وبس كده يا صديقي، دي كانت نهاية الحلقة. أتمنى إن أنت تكون إن شاء الله كده تكون جبت نقط حلوة، ما بقاش أنا وكله كده متخزوق. إن شاء الله كده تكون أنت جبت نقط حلوة، يكون أنت قاعد طبعا متروق وخلاص والدنيا جميلة معاك، وأنا قاعد متخزوق. بس ماشي يا عم، كويس إنك أنت جبت نقط وأنا الحمد لله. بص أنا عادي والله، هادي خالص. أنا بإذن الله الجولات الجاية كده هظبط الدنيا، ما هي مش هتفضل كل جولة كده منحاسة، كده هتيجي في جولة هترفع معاك جامد، ومن ساعتها بقى تمسك في الجولة دي وتبني عليها للجولات الجاية. فسواء ان انت كنت جبت كويس او جبت وحش، فانت لو جبت كويس فعايزك تفرح وكل حاجه، بس ما تتغرش قوي، وان انت تبني بقى من الجوله دي للجولات الجايه وتخطط اكتر وتظبط اكتر. ولو انت جبت وحش فبرضه ان انت خلاص ما تعتبرش ان دي نهايه المطاف وكل حاجه، لسه الجولات الجايه كتير وكل حاجه، وهنبقى مع بعض ان شاء الله كده ونصيح مع بعض ونفرح مع بعض، وان مش هتبقى كل جوله هتبقى مخيشه معاك. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهاية الحلقة. أتمنى لو عجبتك الحلقة فتنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناة، عشان ده حقيقي زي ما قلت لك بيساعدنا إن احنا نوصل لعدد أكبر من الناس في أسرع وقت ممكن. وكان معاك مروان رفعت، أشوفك على خير إن شاء الله في حلقات جاية، وسياحة فانسي. سلام.